حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح التفاؤل عليكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير جدا جدا. من اخر فيديو كنت بقدمه معاكم ان شاء الله النهارده جايلكم بروتين جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم وينول رضاكم ان شاء الله. جايلكم يعني بصوا ما اقولكوش، طبعا بقيت تنظيفي شهر رمضان باذن الله. ربنا ينعاد عليكم الايام بكل خير وكل سنه وانتم طيبين جميعا. ينعاد علينا الأيام علينا وعليكم بخير يا حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين جميعا. ويا رب كده يبلغنا شعبان ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا نكون إن شاء الله كده موجودين دايما بإذن الله يا حبايب قلبي. إن شاء الله جايلكم بروتين جديد جدا بروتين جميل جدا هيعجبكم باذن الله. طبعا كان عندي شويه بس لا، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك انا وكل السامعين وكل حبايبي في كل مكان. طبعا بقى يا اخواتي كان عندي شوية هدوم كده. طبعا كنت انا مشغلة الغسالة من على بيات طبعا، وطبعا سبتها شغالة على على الدور ده طبعا. وده طبعا دخلت ونمت وصبحت الصبح بقى لقيت الجو ما شاء الله جميل جدا جدا، والجو يعني الشمس طالعة ما شاء الله. بجد كان الجو حلو قوي قوي النهارده يا بنات ما شاء الله. يا دوبك يعني نشرتهم ما كملوش 5 دقايق ولا 10 دقايق على الحبل ورجعت قمت لمهم والله يعني على طول ما شاء الله. الشمس دي جميلة يعني بتعقم كده الهدوم وبتعقم الفرش. طبعا بقى الشمس حلوة النهاردة. هنحط بقى بطاطينا في الشباك بقى وطبعا نحطها في البلكونة النهاردة ان شاء الله. وطبعا تشمس كده. طبعا ده بعد ما انا نشرت الهدوم يا حبايب قلبي. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة يا ولاد. طبعا بقى ايه هنغسل تاني برضو في الفيديو ده نشرت دول طبعا كده ينشفوا. لان انا كنت طبعا حاطاهم من على البيت زي ما قلت لكم. وطبعا هرجع اشغل الغساله تاني على غيار جديد. تمام. دخلت بقى اوضه محمد ابني لقيتها طبعا مطرح بقى نومه وكده. طبعا البطانيه اللي في الشباك دي بطانيه البنات. حطيتها لهم كده في الشباك طبعا تشمس. وده منظر الاوضه طبعا. هنمسكها دلوقتي ونخليها فله ونخليها شمعة منوره باذن الله. يلا حبيبه قلبي اللي لسه ما اشتركتش معايا في القناه تشترك في القناه فضلا وليس امر يا اخواتي، وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد باذن الله بقدمه وهنقدمه وهنقدمه. تمام. قولوا تمام يا احلى اخوات في الدنيا. وكومنت جميل منكم كده يشجعني. وطبعا ديوان يعني ايه يعني بصوا سلسله كده تنظيفات رمضان باذن الله ان شاء الله. يعني احنا خلاص كده هنخلص تنظيفات يعني خلاص عشان رمضان جاي بقى. معناش هننضف وكده لا طبعا، لا في تنظيف طبعا، لا طبعا في تنظيف. بس احنا بقى ايه بنعمل بقى التنظيفات اللي هي العميقه دي لان احنا في شهر رمضان ان شاء الله. يعني كل سنه وانتم طيبين. طبعا هنكون صايمين ومش هنقدر برضو يعني ايه فاهميني انتوا فاهميني. طبعا هنكون صايمين ومش هنقدر بقى ان احنا نعمل يعني إيه اللي هي التنظيفات العميقة دي. وكمان احنا النهار قصير جدا جدا يعني بيفوت يجري. يعني يا دوبك هتقومي من النوم تجهزي غداك تعملي تنظيف يعني تجهزي الغدا بتاعك اللي هتعمليه او الفطار بتاعك. يا دوبك هتنضفي بيتك. يعني بص اليوم هيجري بسرعة. يعني اليوم بجد بجد قصير جدا. ومش هنلحق طبعا نعمل اي حاجة طبعا في شهر رمضان الا بس نصوم. تمام. ونذكر ربنا كده باذن الله ونصلي ونعمل بقى بصوا. وما نضيعش برضو وقتنا في التنظيف وفي الحاجات دي يا بنات. طبعا تعملي حاجتك يعني دوبك تفطري كده وتقومي كده تشجعي. مش تسيبي بقى يعني ايه مواعينك كده وتسيبي حاجتك طبعا في الحوض وتكسلي بقى عشان فطرتي يعني خلاص تكسلي لا. تقومي قايمه على طول كده وانت لسه نشيطه كده وتقومي ايه منضفه مطبخك ومشطباه ومخليه فله كده ومشبعه منوره. انا عارفه ان انتوا شاطرين وانتوا قد ودود. بس عشان تيجي بقى تاني يوم يبقى طبعا المطبخ عندك نظيف. هتقولي يا ام محمد طب ما في سحور. تمام يا حبايب قلبي ما احنا برضه هنتسحر ونعمل سحورنا ونغسل الطبقين بتوعنا. وطبعا كده ايه نتوضى بقى كده ونصلي يعني يعني رمضان ده بصوا ما تضيعوش وقتكم بقى في التنظيف وفي البيت وفي مش عارف وايه وايه لا طبعا. نصلي بقى ونحفظ القرآن الكريم ونختم كتاب الله ان شاء الله. ويعني بصوا يعني ده بيجولناش الا كل سنه يا بنات. يعني بصوا يعني عاوزاكم بصوا يعني كل حاجه حلوه تعملوها بالذات في الشهر الفضيل ده. تمام.
طبعا بقى ايه بنعمل بقى يعني ايه روتينات العميقة ديت دلوقتي، بحيث ان احنا ايه نيجي وقتها ما نبقاش يعني ما نتعبش نفسنا. فاهميني؟ يعني يا دوبك نبقى صايمين، نصلي، نقرأ قرآننا، نعمل فطارنا فطار ولادنا وحاجات يعني حاجة بيتنا وكده. فربنا يعين كل أم يا رب، ربنا يعيننا جميعا ويستر ولادنا ويستر ولادكم يا حبايب قلبي ويفرح قلوبكم جميعا يا رب العالمين. طبعا بقى أنا كنت حاطة البطاطين دي، شلتها طبعا وحطيتها في الشباك يا حبايب قلبي وايه. وبعدين طبعا كنست الأوضة وروقت طبعا المكتب وروقت طبعا السرير زي ما انتم شايفين. وطبعا ايه هنخلي بقى الاوضه دلوقتي ما شاء الله لا كنت كنت انا لسه ما كنستش الاوضه ده، هنا كنت انا بروق السرير. لا ده انا ده كده كنت انا خلصت تمام. ده منظر الاوضه بقى يا حبايب قلبي بعد ما انا خلصت. تعالوا بقى ندخل بقى على الروتين العميق طبعا في الحمام. طبعا والله كنت متردده ان انا اصوركم واصور لكم الحمام وكده. بصراحه ما بحبش ان انا اصور الحمام، بس انا قبل ما ابدا بقى اصور الحمام كان عندي بقى طبعا دور كده غسيل هدوم الشغل بتاعت ابو محمد، شلتها كده. وطبعا هنحط بقى كمان دور يعني خلاف الهدوم اللي انا نشرها في البلكونه. ما شاء الله ان شاء الله يعني قيمه 5 دقايق او 10 دقايق باذن الله شويه الشمس دول ينشفوا الهدوم. اشيل بقى انا الهدوم اللي على الحب دي وارجع طبعا ايه انشر الهدوم اللي هتطلع طبعا من الغسالة. طبعا لازم انا اريح الغسالة من كل غسل، يعني في كل غسلة ما بين التانية تريح طبعا ساعتين يا ولاد. فاهميني؟ فطبعا عشان كنت انا حاطه الهدوم من على بيات في الغسالة وسايبه الغسالة بقى شغالة مع نفسها، فطبعا يعني خدت وقتها في الراحة. فهنحط طبعا الغيار ده نسيبه بقى كده يشتغل بقى عليها كده براحتها. وندخل بقى يا ولاد نعمل الحمام. بصوا ما اقولكوش كان عندي الحمام متبهدل جدا، لان انا طبعا كنت يعني بقالي كده 4 ايام او 5 ايام او والله اسبوع يا بنات كنت تعبانه جدا جدا. وطبعا كنت بكشف عند الدكتور وطبعا ما كنتش بقدر ان انا اعمل اي حاجه. يعني ايه يا دوبك كنت بعمل مصلحه بيتي كده يعني ايه على قد كده. بصراحه ما كنتش غسلت الحمام، فالحمام بتاعي بصراحه كان متبهدل جدا. مسكته بقى خليته بقى ايه بصوا ما اقولكوش فل شمعة منور والله العظيم. دي طبعا روتين من روتينات رمضان تمام. هنبدأ بقى كده ان شاء الله نعمل حاجة حاجة مع بعض. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى في الكومنتات يا ولاد بالله عليكم. انا بقعد اقول لكم في الفيديوهات بتاعتي انزلوا صلوا على الحبيب المصطفى. ما حدش طبعا يعني ايه انا بقى الوقت اللي باخد الثواب، انا اللي باخد الثواب. انتوا طبعا ما بتاخدوش الثواب لان انتوا ما بتنزلوش في الكومنتات تصلوا على الحبيب المصطفى. او انتوا بقى ممكن تكونوا انتوا ما بتتفرجوش على الفيديو كامل كده، انتوا تزعلوني منكم. بالله عليكم تتفرجوا على الفيديو للنهايه وتشاهدوا الفيديو بتاعي وتلفوا لفه كده في القناه بتاعتي. ان شاء الله كده فيديوهاتي تعجبكم باذن الله يا اخواتي. تمام قولوا تمام يبقى تمام يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا بقى نحط شويه الاوكسي بتاعنا. طبعا انا بستعمل اوكسي اوتوماتيك. كانت عندي الشكارة الكبيرة طبعا خلصت، فجبت طبعا الكيس ده 2 كيلو. فايه يعني ايه ابدا يعني ايه اشتغل فيه كده على ما بابا محمد يرجع ان شاء الله يجيب لي شكارة اريال جديدة باذن الله. هجيب بقى ان شاء يعني ايه اللي هو المعطر ده وهنحطه طبعا كده في الدرج بتاع الغسيل. هيخلي ريحة الهدوم حلوة كده ويخلي شمعة منور. هنشغل بقى الغسالة ونسيبها بقى كده يعني ايه تاخد دورتها كده مع نفسها. بصراحة الغسالة دي طلعت جميلة جدا جدا بجد يعني حلوة. وبرضو كان غسالتي القديمة والله يا بنات كانت جميلة برضو بصراحة، كانت حلوة جدا. وكانت الهدوم بتطلع منها ما شاء الله نظيفة جدا جدا. بس طبعا كانت بتعطل مني كتير كتير، يعني كل ما اصلحها ترجع تعطل مني، اصلحها ترجع بصراحة تعطل مني. فاهمني؟ فابو محمد الله يا رب يصلح حاله ويخلي لي ويبارك لي فيه. طبعا جاب لي الغسالة دي فيعني شكرا بجد يا ابو محمد، شكرا جدا ليك. هنشغل بقى الغسالة بقى على البرنامج بتاعها ونسيبها يا حبيب قلبي ايه طبعا مع نفسها. هجيب لكم برضو كده الغسالة وهي شغالة شايفين. طبعا كده انا شغلتها وكنت عايزه اوريكم الهدوم يعني اللي جوه في الغساله وكده. فطبعا انا من يعني الغساله دي عشان هي لسه جديده باجي افتح طبعا الباب بتاعها عشان اوريكم الميه وهي يعني الغساله وهي شغاله بلاقي الغساله تقعد تصفر. فاهمني؟ فلقيت ابو محمد قال لي ده غلط فقلت لا طبعا بلاش بقى. دخلنا بقى يا ولاد على الحمام بقى الرغاوة ادي ادي بقى ادي له ادي. طبعا كان عندي الحمام متبهدل. بصوا انا مش هقول لكم ان الحمام بتاعي كان نظيف بصراحة والله العظيم كان متبهدل جدا.
يعني كان بس ايه بيتمسح كده يعني ايه فاهمني. فطبعا ده يعني لازم أن يكون الحمام يكون نظيف. يعني ابو محمد بيقول لي الاربع ايام ولا الاسبوع اللي انت قعدتم تعبانه دي البيت اتبهدل، البيت حرفيا اتدمر والله العظيم. بجد الام هي كل حاجه في البيت يا بنات. والله العظيم حتى لو بنتي ساعدتني بس برضه مش زي الام، طبعا طبعا مش زي الام. البيت طبعا بصوا بيتقلب حرفيا حرفيا من غير الام والله العظيم. طبعا بقى دخلت على الحوض، غسلت بقى طبعا الحنفية كده بتاعت الحوض، وغسلت طبعا الحوض. كان عندي طبعا الحوض عندي بالنوع بيتكتم كده. بس انا طبعا بقى ايه شغلت الحنفية على الناحية اللي هي السخنة دي. وقمت بقى ايه سايبه الميه السخنه دي، وقمت رايحه زي ما انتم شايفين كده. قلت عشان ايه اقول يعني اي حد طبعا بيجرى له اللي انا بيجرى لي ده، يعني ان الحب بيتكتم منه وكده. فطبعا حبه شويه يعني شويه ميه سخنين كده يا حبايب قلبي. من السخان كده تفتحي كده الحنفية عندك وايه وتسيبها، ما شاء الله الحوض صفى معايا بسرعة. بجد المية السخنة دي جميلة جدا. هنجيب بقى الجردل الشرشوبة بقى نغسله برضو غسلة مظبوطة كده ونخليه فلة برضو. عشان بقى بصوا هنمسك الحمام ده نخليه بصوا ما اقولكوش. بصوا بقى ما تبصوش على منظر الباب، يعني بصوا طبعا الباب عندي بتاع الحمام مش مدهون. لان احنا طبعا الباب ده انا لسه كنت مركباه. يعني قعدت فتره لما انا جت البيت دون، قعدت فتره من غير ما كان الحمام عندي يبقى فيه باب. كنت ببقى عامله بس ستاره كده فاهميني. فسلفي بقى الله يصلح حاله ويبارك له يا ابو محمد، كلمه وقال له اعمل لنا بقى باب للحمام وكده. فبصراحه ايه جابه لنا يعني ما دهنهوش يعني ما ادهنش فاهمني. طبعا بقى جبت الجردل وحطيت ميه سخنه، وطبعا حطيت بقى ايه معطر وحطيت شويه بريل. اللهم صل على النبي. حطيت بقى ايه تاني يا ام محمد؟ حطيت اللي هو اللهم صل على النبي اللي هو كلوريكس الوان. ومسكت بقى مين بقى اللي بيحب الرغاوي زي يا بنات والله العظيم. ما شاء الله الحمام عندي بقى فله 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 شمعة منوره اه والله العظيم. وفي برضو وصفة جميلة أوي أوي أوي. جايباها من على النت كده هجربها برضو. لو الوصفة نجحت معايا بإذن الله هقول لكم عليها. الوصفة دي حلوة، بتشيل الصفار وبتشيل الدهون وبتشيل كل حاجة في الحمام لو عندك صفار طبعا. الاربع ايام دول بقى إيه يعني ايه ولادي بقى الله يبارك لهم يعني فاهميني. فطبعا يعني عند الخلطه دي باذن الله هجربها، لو نجحت معايا هقول لكم ان شاء الله على الخلطه دي يا بنات باذن الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله هقول لكم على الخلطه دي ان شاء الله. قولوا تمام يبقى تمام يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا انا اتاخرت طبعا في الفيديو ده النهارده. انا مسجله الفيديو ده النهارده، يعني انا مصوراه الخميس يوم الخميس النهارده. طبعا انا بسجل لكم الفيديو والمغرب جدا والله العظيم يا بنات على ما خلصت، يعني لسه مخلصه دلوقتي تصوير الفيديو. طبعا اليوم بيجري طبعا بقى من تصبيل بتنظيف بيت، يعني مفيش حاجة طبعا معينة بتقف عليها. يعني بتبقى قبل ما كنت اغسل الحمام ده مسكت البيت نظفته، الاوض بتاعت الولاد نظفتها. نشرت هدومي عرفت حواني. يعني بصوا يعني في كله في يعني ايه مع بعضه كده فاهميني. فطبعا اليوم قصير يعني يا دوبك على ما بنخلص شغلنا. فممكن لو الفيديو ده عرفت انزله لكم، طبعا انا اللي بعرفكم يا بنات. لو الفيديو ده عرفت انزله لكم النهارده هنزله، ما عرفتش هنزله يبقى انزله لكم بكره باذن الله يا حبايب قلبي. تمام قولوا تمام يبقى تمام. طبعا بقى مسكت الخلاط بتاع الدش بقى ده وخليته بقى بيلمع بيلمع. وخليت البلاط ما شاء الله ما شاء الله بيلمع يا بنات والله العظيم بيلمع. يعني فله كده. على قد ما انا تعبت يعني انا قعدت بقى زي ما انا قلت لكم كنت تعبانه. طبعا الحمام ده عندي كان متبهدل، وطبعا عندي اي بنت طبعا ما تعرفش ان هي تغسل الحمام ده قوي. وطبعا ما حدش بيغسل الحمام عندي الا انا يعني الام هي عليها كل حاجه يا بنات. مسكت بقى الحمام ده بصوا حته حته كده وحته حته كده، ومسكتها بص كده رغاوي 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 رغاوي. جبت طبعا كده المقشه بقى وبصوا ما اقولكوش ودي ادي له ادي يا ام محمد ادي له ادي. خليت الحمام والله العظيم ببرق ببرق، انا كنت عاوزه انام فيه. لولا ان حرام ان والله كنت عايزه افرش وانام فيه بصراحه، من حلاوته ومن نظافته بصراحه يعني.
يلا حبايب قلبي اللي وصلت معايا لغايه هنا ونسيت تحط لايك، تحط اللايك. انا شايفاكي، انا شايفاكي اللي ما حطيتش اللايك، انا شايفاكي. ايوه شايفاك، هتقولي شايفاني زي ما محمد؟ لا شايفاكي، شايفاكي اللي ما حطيتش اللايك. ايوه، وهزعل منك لو ما حطيتليش اللايك. طبعا بقى مسكت برضو القعده بتاعت الحمام دي، خليتها برضو بص ما اقولكوش، يعني انا خليتها فله والله العظيم يا بنات. كان ساعتها ابو محمد كده الله يصلح حاله، اما كان يجي من الشغل كده ويجي مثلا يدخل مثلا يغسل مطرح شغله، يعني مطرح الشغل لما يجي من الشغل، مثلا يقوم راح يعني ايه على قد ما بيقدر كده كان بيعمل، يعني فاهمني. فالحمد لله على كل حال طبعا، يعني الحمد لله ربنا ما يحوجنا لحد ابدا. بس طبعا هم كتر خيرهم بصراحه، وكانوا عاوزين يعني بصوا ما اقولكوش، بس والله الاربع ايام دول يا بنات بصوا بهدلوا لي الحمام، والله العظيم بهدلوه بهدلوه. فطبعا الحمام ده لازم أن يكون ايدينا فيه على طول. على فكرة الواحدة النظيفة تتعرف من حمامها، والله العظيم تتعرف من حمامها ومن دخلة البيت. لو دخلت البيت نظيف وحمامك نظيف خلاص اعرف ان انت نظيفة، والله العظيم كانت امي، كنت انا اسمع برضو ناس حبايبنا كانوا يقولوا كده. مسكت بقى القعده بتاعت الحمام، طبعا ما كنتش عايزه اوريكم المنظر ده والله، وبص كنت متردده ان انا اصور لكم وانا بعمل الحمام، بس انا قلت لا عشان حبيبه قلبي بقى اللي يعني ايه مكسله زي كده تغسل الحمام، او كانت تعبانه او كان عندها ظروف، تقوم كده ايه تشجع معايا. وطبعا ده بقى ايه روتين رمضان. طبعا انا يوميا بغسل طبعا القعده وبغسل الحوض تمام، انما الحيطان بصراحه ما بغسلهاش يوميا عشان نكون صراحه مع بعض يا بنات. الحيطان ما بغسلهاش طبعا يوميا، يعني ممكن الحيطان دي اغسلها كل اسبوعين، وقت ما الاقيها كده خلاص بدأت يعني فاهميني اغسلها. انما كنت انا على طول امسك الارضيه بتاعت الحمام اللهم صل على النبي والقعده بتاعت الحمام يعني عايزاكم الله، والحوض كنت بغسلهم على طول بصراحه. انما الجدران لا ما كنتش بغسلها، يعني ايه فاهميني. الباب كان بيخبط يا بنات، وكان هاني يعني ايه اللي بيخبط على الباب، ففتحت له يعني قفلت الصوت ورجعت لكم تاني. فالمهم يا بنات بقى ايه بقول لكم اللي كنت بقول لكم ايه، كنت بقول لكم ان الحيطان عندي ما بغسلهاش طبعا يوميا. كنت بقى يعني انا ممكن كل اسبوع ممكن كل اسبوعين تفهمني. فطبعا ده بقى ايه حبيبه قلبي لسه بقى ما غسلتش حمامها. تقوم كده تشجع معايا. وطبعا كنت جايبه معطر جميل جدا بريحه العود، حلو قوي قوي يا بنات، والله العظيم كان مخلي الحمام ريحته حلوه وجميله ما شاء الله والله بجد. ربنا يعيننا يا رب ويديم علينا الصحه والعافيه. طبعا الشفاط ده اللي هو بتاع اللي هو اللي اسمه المسدس او اسمه ايه، بصراحه جميل جميل جدا، سعفني بصراحه، بدل بقى ما كنت اجيب كوبايه ولا اجيب طبق واقعد اكب كده لا، بجد بجد جميل قوي يعني حلو جدا يسعفني بصراحة. غسلت بقى البلاط زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. شايفين يا بنات شايفين ما شاء الله اللي ازاي وبقى زي الفل. الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب كده يفرح قلوبكم ويخلي لكم اولادكم يا حبايب قلبي، واللي ربنا لسه ما رزقهوش باطفال ربنا يرزقكم جميعا يا رب بحق الايام المفترجه دي عند ربنا. ربنا يرزق حبايبي وربنا يرزق كل مشتاق بالخلف الصالح اللهم امين. طبعا هنا بقى كنت انا خلصت طبعا الحيطان، ايه فقلت بقى ايه امسك بقى الارضيه كده ايه امرشها كده واخليها يعني بص تشك 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 كده يعني. طبعا عملتها بالفرشه دي الاول، الفرشه دي جميله بتنظف وبتخلي البلاط ما شاء الله جميله بصراحه. طبعا هتقولي لي هناك ده صفار يا أم محمد، لا والله يا بنات مش صفار. مش بس مش عارفه هو باين في الكاميرا ان هو صفار ليه، بس هو مش. وده يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاعنا. اسيبكم على في حفظ الرحمن واشوفكم على خير ان شاء الله، واستنوني في فيديو جديد باذن الله، وقناه قويه جدا جدا، واشوفكم على خير ومع الف الف سلامه.